ولسه مكملين معاكم النهارده تغطية مهرجان الدراما العربية في دورته الأولى، ومعانا النهارده النجمة الجميلة اللي دايما منوراني على شاشة البغدادية ندى بسيوني. برحب بيكي ونوراني. ميرسي. والبغدادية كمان قناة حبيبة على قلبي ودايما بصور معاك علشان انتي دايما منورانا ودايما طلتك منورة معانا على شاشة البغدادية. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. النهارده بقى عن مهرجان الدراما العربيه، يمكن احنا طبعا شايفين كوكبه من النجوم وانتي موجوده معاهم، كوكبه من كل الدول العربيه، كمان في جمهور من الدول العربيه جايين يشجعوا مهرجان الدراما العربيه. شايفه النهارده الدوره ازاي؟ شايفه ان الحمد لله مهرجان ناجح لطيف، في مجموعه كبيره تتكرم اسماء عظيمه جدا من المصريين، وتكرم مجموعه من الفنانين العرب كمان، وشيء جميل. هو ده الربيع العربي اللي بجد. شايفه التنظيم النهارده ازاي؟ يمكن احنا شايفين الدنيا زحمه شويه، ولكن الكوكبه الجميله اللي موجوده من الفنانين ضايفه البهجه والسعاده على كل اللي موجودين النهارده. بالظبط، كفايه ان انت شايفه ان الناس مبتسمه، بقالنا 3 سنين ما بنبتسمش كده، مبسوطين قوي بالسعاده والابتسام والضحك على وشوش الناس. شايفه النهارده كمان النجم الجميل محمد صبحي في رئاسته الشرفيه للمهرجان. يمكن طبعا النجم الجميل محمد صبحي من الناس اللي ليها تاريخ طويل وتستحق ان هي تكون رئيس شرف للمهرجان. شايفه المهرجان النهارده بشكل عام ازاي؟ لا طبعا لو الاستاذ محمد صبحي ده فخر وزهره في جاكيت الفن المصري. وطبعا وزير ثقافة الفن المصري. هو فعلا انسان مثقف جدا وفنان فعلا محترم، واتكلم على الاعمال البذيئه والالفاظ البذيئه اللي بتتقال في المسلسلات، اتكلم على نقط مهمه قوي، اتكلم على السياحه وازاي ان احنا لازم نهتم بالسياحه وبالاماكن السياحيه في اعمالنا، اتكلم على نقط بتدل على ثقافته وانتمائه وحبه للوطن فعلا. كل جمهور شاشة البغدادية دايما متابعين اخبارك، عايزين نعرف جديدك في الفترة الجاية ايه؟ ان شاء الله عندي اخبار سينمائية، يعني خلصت فيلم وداخلة عندي فيلمين سينمائيين. قول بقى، خلصتي فيلم ايه؟ خلصت فيلم اخر ورقة، بعمل فيه دور فنانة تشكيلية، اخراج محمود سليم وكاتبة الدكتورة حنان البنبي، وهو فيلم سايكو. وداخلة فيلم عن الوحدة الوطنية في مصر، وفيلم تاني اجتماعي. فيلم اخر ورقه مين بيشاركك البطوله؟ ده احنا مجموعه ابطال، مدام سوسن بدر الجميله، دنيا المصري، والشاب الجميل برضو كريم قاسم. هو بطوله مشتركه جماعيه. دورك فيه؟ ما قلت لك فنانه تشكيليه، هويه القصه، ما تقدريش تحددي ادوار لما تتفرجي عليه، لانه فيلم نفسي سايكو. مفيش حاجه دراما في الفتره الجايه؟ في الحقيقه ما فيش حاجه عجبتني، يعني الورق اللي جالي ما عجبنيش، بس في حاجه كوميدي انا بقراها يمكن اخش اعملها. سمعنا كمان ان في اعمال كتيره اتعرضت عليكي رمضان 2014، ولكن انت بتختاري ما بينهم. هو اتعرض عليا وانا اعتذرت على كذا حاجه، بس في حاجه معايا دلوقتي بقراها، لسه مش عارفه اخدها ولا لا. اكيد مش هتقولي لنا، يعني اكيد مش عشان لو ما خدتهاش مش هيبقى لطيف. كلمة تقوليها لكل جمهورك في العراق اللي دايما متابعين اخبارك، تقولي لهم ايه؟ بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، الربيع والتفاؤل والامل، ويا رب العراق لانها بلد الثقافة وبلد حضارة ترجع لامجادها الجميلة يا رب.